واحد قال نكملوا مع سوريا ونتكفلوا بالجزائر. هكذا قيل رسميا. احنا لحمنا مر ما لا يتاكل، واللي يبغي يجي يتفضل. سوريا ما تسقطش. اللي خلى سوريا ربما نوعا ما ضعيفة على المستوى الدولي هو أنها عن حق الدولة الوحيدة التي لن تطبع يوما ما. وفي رسالة سياسية ودبلوماسية قوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي فرض منطق الجزائر بقوة عقب تقديمه بشكل رسمي إعانة ومساعدة مالية ومادية بقيمة 15 مليون دولار لسوريا، حيث أكد من خلالها أن الجزائر لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتبع السياسة القذرة التي تمارسها الأنظمة الغربية وفي مقدمتهم أمريكا، وتنأى بنفسها عن سياسة الكيل بمكيالين وسياسة النفاق الدولي الذي عانت منه الشعوب الضعيفة على غرار الشعب السوري. هذا وفرضت أمريكا سياستها على أنظمة مثل المغرب بعدم تقديم أي مساعدة تذكر للشعب السوري، ولكن الجزائر رفضت الانصياع والامتثال لأوامر الغرب، مشيرة أن الخلافات السياسية تبقى جانبا ومساعدة الشعب السوري أولوية الجميع، وتؤكد بأن الجزائر لا يمكن أن تقبل الوصاية من أي أحد أو الإملاءات الغربية. وفي نفس السياق حاولت أمريكا تدارك الأمر خلال ساعات قليلة ماضية، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تصريحا يمتد 6 أشهر للسماح بتقديم مواد الإغاثة لسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، وهو أمر لم يكن ممكنا في ظل العقوبات المفروضة على سوريا. وجاء هذا بعد الهبة الأولى التي قادتها الجزائر وتحدت من خلالها قانون قيصر الأمريكي الجائر.